تعال هقول لك على مجموعة من التعبيرات بتستخدمهم في حياتك اليومية وهتكون المنقذ بالنسبة لك في أي محادثة باللغة الإنجليزية وهتخليك جامد جدا في الرد. أول تعبير عندنا بيقول I am not done yet. I am not done yet اللي هي معناها لم أنهي كلامي بعد. لو أنت بتتكلم وحد قطعك هتقول له I am not done yet. ممكن نقول تاني don't cut me off. don't cut me off. don't cut me off اللي هي معناها لا تقاطعني أو أرجوك لا تقاطعني أو اسمعني. وممكن كمان نقول hear me out. hear me out. hear me out اللي هي معناها اسمعني للآخر. يبقى في عندك ثلاث تعبيرات. ممكن تقول hear me out اللي هي معناها اسمعني للآخر أو دعني أكمل حديثي. عندي كمان in hot water. in hot water. in hot water اللي هي معناها في موقف صعب أو في مأزق أو ممكن نقول في مشكلة. ممكن أقولها بطريقة تانية on thin ice. on thin ice. on thin ice اللي هي معناها في مأزق. يبقى احنا ممكن نقول in hot water أو ممكن أقول on thin ice. أي واحدة من الاتنين معناهم في مأزق أو معناهم في مشكلة. ممكن نقول why the long way. why the long way ما أقولوش ل why are you angry. ممكن أقول له why the long way لماذا أنت متضايق أو لماذا يبدو عليك الضيق أو الانزعاج. ممكن كمان تعبير تاني نقول say well or be still. say well or be still اللي هي معناها كل خيرا أو لتصمت. يعني عندك حاجة كويسة قولها، ما عندكش خليك ساكت. تعبير تاني لو انت اصحابك بيقترحوا عليك اقتراح او بيقدموا لك فكره جديده وانت موافق تماما، ما تقولش I agree. قول I am in. I am in انا مشارك معاك وانا متفق معك في هذا الراي. عندي تعبير تاني بيقول do your best. do your best اللي هي معناها اعلى ما في خيلك اركبه او ابذل اقصى ما لديك من جهد. هتقول له do your best يعني اعلى ما في خيلك اركبه، انت ما يهمكش حد. عندي كمان give it your best show. give it your best show يعني برضو معناها اعلى ما في خيلك اركبه وانت عاوز تبين اللي قدامك ان انت مش خايف منه او انت مش همك منه اي حاجه. هتقول له give it your best show. تمام. طيب تابع معايا التعبير اللي جاي. بيقول لك let bygones be bygones. كمان مره let bygones be bygones اللي هي معناها اللي فات مات، انسى اللي فات واحنا ولاد النهارده وابتدي افتح صفحه جديده. ممكن نقول even Steven. even Steven. even Steven. even Steven اللي هي معناها نحن متعادلين، لا في حد كسب ولا حد خسر، احنا الاتنين متعادلين. هتقول له even Steven. طيب يا بطل، لو قلت لك قبل كده ابعد عن الترجمه الحرفيه لانها هتخلي شكلك وحش جدا باللغه الانجليزيه وانت برضو ما سمعتش الكلام، خلاص براحتك تعرف ترجم دي. لوس ليبس سينك شيبس. هتقول لي ان الشفايف اللي هي الغير مربوطه او الشفايف الواسعه هتغرق السفن؟ هقول لك طبعا لا. تعال شوف المعنى بتاعها الاساسي عشان تكون فاهم يعني ايه. بيقول لك لوس ليبس سينك شيبس اللي هي معناها لسانك حصانك ان صنته صانك. طيب تعال نشوف حاجه تانية. بيقول لك wrong and strong. هتقولي طبعا مخطئ وقوي، هقول لك طبعا خطأ. امال التعبير الصح بتاعها ايه او الترجمه الصحيحه بتاعتها ايه يا مستر؟ ما تيجي تقول لحد wrong and strong زي ما احنا بنقول بالبلدي او بنقول بالمصري كده، ضربني وبكى وسبقني واشتكى، فعشان كده هتقول له wrong and strong. wrong and strong. تمام. تعال نشوف حاجة تانية. لو جيت قلت لك don't make waves هتقول لي معناها لا تصنع الأمواج؟ هقول لك طبعا برضو خطأ لأن دي ترجمة حرفية. طب معناها يا مستر؟ لو قلت لحد don't make waves اللي هي معناها لا تفتعل المشاكل أو لا تختلق المشاكل. عرفت بقى ان شكلك هيكون وحش جدا قدام اي حد لما تيجي تتكلم باللغه الانجليزيه وتترجم ترجمه حرفيه؟ اتعلم بقى ما تترجمش ترجمه حرفيه واحفظ التعبيرات وشوف باقي الفيديوهات. طبعا كلنا عارفين ان كلمة دوج معناها كلب، بس تعالى اقول لك النهارده ان كلمة دوج لو استخدمتها في تعبيرات او في جمل مختلفة طبعا هيتغير معناها زي الجملة اللي جاية دي. لو جيت قلت لك ان دوج ايتس دوج اكيد مش هيبقى معناها كلب ياكل كلب، لا ده معناها منافسة شرسة او منافسة عنيفة. طيب وفي تعبير تاني ممكن نقول dog doesn't eat dog يعني الكلب لا يعض اخيه، فدي بتدل على الوفاء وديت طبعا صفة من صفات الكلاب. كلنا عارفين كلمة بوك، وطبعا كلنا عارفين ان كلمة بوك معناها كتاب. عادي يا مستر ما كلمة بوك معناها كتاب. يا عم اصبر بس عليها شوية، هقولك ان كلمة بوك لها معنى تاني. طب ايه يا مستر المعنى التاني؟ كلمة بوك ممكن تقول عليها يحجز. ازاي يا مستر؟ عادي ممكن اقول لك بوكا تيكت اللي هي معناها يحجز تذكرة، وممكن تقول كمان بوكا تيبل يعني يحجز ترابيزة او يحجز منضدة في مطعم. دي كلمة بوك لو كان ليها معنى تاني. يبقى كلمة بوك زي ما انت فاهم انها معناها كتاب، ممكن كمان تستخدمها بمعنى كلمة يحجز. دي معلومة جديدة، لو مش عارفها دوس لايك، ولو عارفها دوس لايك برضو عادي، بس اعمل شير للقناة واعمل شير للفيديو عشان الكل يستفيد. اشوفك في فيديوهات تانية، مع السلامة. قلت لك قبل كده ان اللغة الانجليزية لغة غريبة جدا بس انت برضو ما صدقتش. طيب تابع معايا الفيديو ده وانت هتعرف هي لغة غريبة ولا لغة عادية.
اول كلمه هنتكلم عليها النهارده هي كلمه بولش. بولش اللي هي معناها بولندي الجنسيه. طب يا مستر ما هي كلمه عاديه، اوكي تمام، بس مكتوبه بحرف كابيتال فبقول عليها بولش. طيب لو كتبتها بحرف سمول هيبقى معناها برضو بولش، بس المعنى بتاعها بيتغير، اللي هي معناها يلمع او يطلي الاظافر. ده الفرق بين الاتنين. لو لسه مش مصدق تابع معايا الكلمه دي كمان. عندي كلمه تانية اسمها تركي. تركي اللي هي دوله تركيا، تمام، مكتوبه بحرف كابيتال. طب لو اتكتبت بحرف سمول هيبقى برضو نفس النطق تركي، بس معناها ديك رومي. عرفت بقى ان هي لغه غريبه؟ لو كملت الفيديو لحد الاخر وعارف المعلومات ديت، يا ريت تدوس لايك وتصلي على النبي في التعليقات، ولو مش عارف يا ريت ما تنساش تعمل اشتراك عشان يوصلك كل جديد. مع السلامه. لو لسه ما تعرفش ان كلمه لوك لها معاني كتيره جدا يبقى لازم تسمع معايا الفيديو ده. طبعا يا مستر ما احنا عارفين ان كلمه لوك معناها ينظر، او ممكن اقول عليها نظره. لا، تعال اقول لك المعاني المختلفه بتاعتها. عندك كلمه لوك فور معناها يبحث عن او يفتش عن. وعندك كمان كلمه لوك اب يبحث عن معنى كلمه في القاموس. عندك كمان كلمه لوك افتر اللي هي معناها يعتني بيه او يهتم بيه او معناها يرعى. وعندك كلمة لوك داون ممكن أقول عليها ينظر لأسفل، وممكن أقول عليها يحتقر الأشخاص أو يحتقر الآخرين. لوك فورورد تو يتطلع إلى أو يتمنى حدوث شيء. عندك كمان كلمة لوك انتو يفحص أو يتحقق، ودي معاني مختلفة لكلمة لوك. جديد هنتكلم فيه عن بعض الاكسبريشنز او الديلي اكسبريشنز، اللي هي التعبيرات اليوميه اللي انت ممكن تستخدمها في حياتك اليوميه وبتتردد معاك كل يوم. يبقى احنا النهارده في الفيديو ده هنتكلم عن حاجه اسمها ديلي اكسبريشنز اللي هي معناها تعبيرات يوميه. يلا نبدا مع بعض. التعبير الاولاني اللي هو اسمه دقه قديمه. يعني ايه دقه قديمه؟ يعني حد كده عايش على العادات والتقاليد القديمه شويه. لما يكون راجل كبير بيعمل حاجه فبيقولوا انت دقه قديمه. طب دقه قديمه بالانجليزي يعني ايه؟ فاضي دادي. فاضي دادي. فاضي دادي. يو ار فاضي دادي، يعني انت دقه قديمه. التعبير التاني شخص ضعيف الشخصية، يعني شخصيته ضعيفة شوية، ممكن ينساق ورا أي كلام ورا أي رأي، فملوش شخصية قوية، فهقول عليه وشي واشي. وشي واشي. وشي واشي. وشي واشي. التعبير اللي بعديه هو معناه خزعبلات أو هراء أو كلام فارغ، يعني حاجات مش هتصدقها، وهو اسمه هوكس بوكس. هوكس بوكس. هوكس بوكس. يعني لو حد بيقول لك اي حاجه وانت مش مصدقها، شايفه ان هي خرافه، حاجه خزعبلات، حاجه مش ينفع ان احنا نصدقها، هقول له هوكس بوكس. طيب تعال نشوف التعبير اللي بعديه. التعبير اللي بعديه اسمه القيل والقال. طبعا ده بيتقال لما يكون فيه كلام عن موضوع كتير قوي واراء مختلفه واكتر من حد قال حاجه، فممكن نقول القيل والقال اسمها تتل تاتل. تتل تاتل. تتل تاتل. تتل تاتل. ده التعبير. شوف التعبير اللي بعديه كده. التعبير اللي بعديه بيقول بطل من ورق. يعني ايه بطل من ورق؟ حد بيقول لك انا بطل وبعمل 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 وبعمل، وساعة الجد يعني بتلاقيه جاب ورا، فده بنقول عليه بطل من ورق. هنقول عليه ايه بالانجلش؟ هنقول عليه بيبر تايجر. بيبر تايجر. بيبر ورق وتايجر نمر، يبقى بيبر تايجر بطل من ايه؟ من ورق. طيب التعبيرات دي كلها يا ريت تكون استفدت منها، تعال راجعها بسرعه. دقه قديمه يعني فاضي دادي. فاضي دادي. ضعيف الشخصيه وشي واشي. وشي واشي. خزعبلات هوكس بوكس. بطل من ورق بيبر تايجر. بيبر تايجر. لو سمعت الفيديو للاخر ويا رب يكون الفيديو عجبك واستفدت منه، يا ريت ما تبخلش علينا بقى بلايك جميل، واعمل لنا شير علشان كل يستفيد من القناه، واكتب لي في التعليقات انت بتتابعني منين بالظبط وعاوز تعرف ايه في اللغه الانجليزيه، وباذن الله اعمله لك في فيديو، وان شاء الله باذن الله تقدر تستفيد منه. مع السلامه.
لو انت سمعت الفيديو ده وشايف ان هو بالنسبة لك فيديو مفيد وممكن حد تاني يستفيد، ممكن تعمل له شير عشان هو كمان يستفيد. ولو حبيت تتعمق اكتر في اللغة الانجليزية واسرار اللغة الانجليزية، هيشرفني وجودك في القناة. كان معاكم مستر مشهور، مع السلامة.